ما صباتش الشتا عاوتاني، وخرجوا المغاربه حفيانين هازين كتاب الله وقدامهم الدراري الصغار طالبين راغبين رب الارباب. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. قبل العيد الكبير بشي ايامات خرج وزير الاوقاف الراحل عبد الكبير العلوي المدغيري في التلفازه والراديو: السلام عليكم السلام. يقول صاحب الجلاله: نهيب بشعبنا العزيز أن لا يقيم شعيرة ذبح أضحية العيد في هذه السنة للضرورة. لثالث مرة في تاريخ المغرب هو اللي خلى الحسن الثاني في الستينات أنه ينهج سياسة السدود. هذه السياسة اللي دار الحسن الثاني وقع عليها انتقادات كبيرة من داخل المغرب وحتى من خارج المغرب. كان واحد الصحفي فرنسي سول الحسن الثاني بحكم فعال الحسن الثاني كان كيدير بزاف لي زانترفيو مع صحفيين عالميين، وكان هذا الصحفي سول واحد السؤال اللي هو استفزازي نوعا ما. كان قال ليه: علاش كتخسر الفلوس على بناء السدود في الوقت اللي خاصك تخسر هذه الفلوس في البناء الجامعات وبناء المدارس؟ جاوبوا الحسن الثاني وقال ليه: مني غادي يجي الجفاف اش غادي ياكلوا ولادنا؟ واش غادي ياكلوا السلوات؟